2 غواصين قرروا يغوصوا في واحدة من أخطر الكهوف في العالم. جثة واحد من الغواصين اتنتشلت بعد 10 سنين، والثاني أخذ حوالي 21 سنة عشان يلاقوه بعد 3 محاولات فاشلة ومقابلة بالصدفة. دي قصة كينت موربن ومارك بريشير والمحاولة لاسترجاع جثثهم من بئر يعقوب في مقاطعة هايز، تكساس. بئر يعقوب هو نبع مياه عذبة أتسجل لأول مرة حوالي سنة 1850، وقطره 4 متر عند سطح البئر. البئر بينزل لعمق 43 متر في أعمق نقطة مسجلة، وبيمتد لمسافة 1310 متر في أبعد نقطة مسجلة. المياه الباردة والصافية في بئر يعقوب بتطلع من طبقة المياه الجوفية ترينيتي. سطح النبع فعلياً بيكون تحت مستوى المياه اللي حواليه. ده معناه إنه المياه بتندفع لفوق من النبع بسبب ضغط منسوب المياه الجوفية المحيط. في سنة 1924 تم قياس معدل تدفق المياه للنبع لأول مرة، وكان أقل من متر مكعب في الثانية. في سنة 2000 البئر وقف عن التدفق. من وقتها وقف التدفق 4 مرات، وآخر مرة كانت في يوليو 2022. ده بيحصل لما منسوب المياه الجوفية ينخفض وما بقاش فيه ضغط مياه كفاية علشان يطلع المياه للنبع. معدل التدفق المنخفض بيخلي الموضوع أسهل للغواصين يدخلوا نظام الكهوف، لأنهم مش محتاجين يقاوموا التيار. ده مش نظام كهوف آمن تدخلوا فيه. مع إن الغوص في الكهوف في مخاطر بطبيعته، ال3 حاجات اللي بتخلي بئر يعقوب أخطر هي تدفق المياه اللي الغواص لازم يقاومه وهم داخلين، الفتحات الضيقة بين الغرف اللي غالباً بتكون مائلة لتحت، والحصى الغير ثابت اللي ممكن يقفل الممرات الضيقة دي أكتر. واحدة من التضييقات دي اسمها قناة الولادة، على عمق حوالي 21 متر. بعد ما الغواصين ينزلوا منحدراً من الحصى، لازم يشقوا طريقهم من خلال فتحة ممكن تكون ضيقة لحد 38 سنتيمتر، وده حسب كمية الحصى اللي نزلت من فوق المنحدر. المنحدر بيفتح على غرفة أوسع. غالباً الغواصين بيضطروا يحفروا طريقهم وسط الحصى، وبعد كده يدفعوا معداتهم من خلال الممر اللي قدامهم ويدخلوها للغرفة. أول ما يعدوا من الممر الضيق ده، الغواصين بيطلعوا للغرفة اللي بعدها كأنهم اتولدوا فيها. على مر السنين تم تسجيل حوالي 9 حالات وفاة لغواصين سكوبا في بئر يعقوب. ممكن يكون فيه وفيات أكتر مش مسجلة. النهاردة لازم تصريح عشان تغوص في نظام الكهوف ده. في 9 سبتمبر 1979 وصل غواصين 2 لبئر يعقوب، وكانوا ناويين يغوصوا في نظام الكهوف. هما مع مجموعة حوالي 20 شخص، لكن ال2 دول عايزين يدخلوا الكهف قبل ما المجموعة الكبيرة تثير الرواسب اللي جوه الكهف. في الساعة 11:30 بالليل يوم وصولهم دخلوا المياه، بينما أغلب الناس التانية كانوا بيجهزوا المعسكر. كينت موربن ومارك بريشير غواصين عندهم خبرة في أوائل العشرينات من عمرهم. كينت مساعد مدرب، هو بيغوص من وهو عنده 12 سنة. هم مش بس عايزين يغوصوا الكهف الأول، دول كمان عايزين يوصلوا لآخر غرفة مسجلة اللي ليها تاريخ خطير. مارك وكينت بينزلوا أول غرفة تحت اللي فيها النبع بيفتح على السطح. دي مسافة نزول 9 متر لحد منصة، وبعدها بيبدأوا يتحركوا جنبياً للغرفة اللي بعدها. الغرفة الثانية غرفة طويلة ومنحدرة. قرب نهاية الغرفة الثانية فيه ممر بيضيق بيدخلهم للغرفة الثالثة، وده اسمه قناة الولادة، وده على عمق حوالي 23 متر. بعد ما عدوا قناة الولادة ودخلوا الغرفة الثالثة، كينت ومارك لقوا شوية غواصين تانين بيستكشفوا اللي الكل بيعتبرها آخر غرفة آمنة في نظام الكهف. مارك وكينت عينهم على جايزة، هما عارفين إنها أخذت أرواح 4 غواصين قبل كده، وهي الغرفة الرابعة. هما نزلوا على أرضية الحصى المائلة لحد مدخل الغرفة الرابعة على عمق حوالي 27 متر. ده قريب من العمق اللي الغواصين بيبدأوا يحسوا فيه بتأثير تخدير النيتروجين. تخدير النيتروجين هو تأثير عصبي بيحصل لما تتنفس نيتروجين تحت ضغط.
ده بيحصل بسبب جزيئات النيتروجين اللي في الغاز اللي بتتنفسه واللي بتتقارب أكتر تحت الضغط، وده بيقلل من حركة النواقل العصبية في نقاط التشابك في المخ. الغواصين بيحسوا بالإحساس ده كأنهم شاربين مارتيني. كل ما تنزل أعمق كل ما تحس إنك شارب مارتيني أكتر. الإحساس ده بيروح بسرعة أول ما تطلع لفوق. كانت بيقلع معدات الغطس وبيستدير ويدخل للخلف في النفق اللي بيوصل للغرفة رقم 4. مارك بيقلده وبيتبعه. جو موي موجود في الغرفة 3 وبيشوف مارك وهو بيرجع للخلف في النفق، ومعه كشاف واحد بس ومن غير بكرة حبل الكهف. هو بيعوم ناحيته وبيشاور بكشافه على مارك في محاولة يجذب انتباهه ويسأله عن حكمة الحركة دي. في حاجة أنا بسميها تركيز مفرط. مارك حتى ما رفعش عينه يبص، هو ببساطة بيرجع لورا ويدخل النفق. لا كانت ولا مارك اتشافوا تاني. جو موي مصدوم من اللي شافه حالا. هو بيستنى على قد ما مخزون الهواء يسمح له، وبعدين يسيب واحدة من الكشافات بتاعته عند مدخل الغرفة 4 على أمل إن الغواصين الاتنين يشوفوا النور، وبعدين بيرجع ويطلع من الكهف عشان يبلغ باقي الغواصين. وهو طالع لفوق جو بيحاول يستوعب اللي شافه. هو عارف إنه طالع للسطح عشان ينظم عملية بحث. في قلبه بيتمنى إنها تكون عملية إنقاذ، لكن في عقله عارف إنها استرجاع جثة. جو بيطلع للسطح وبيبلغ الغواصين التانيين باللي حصل، وبيتم التواصل مع الشرطة المحلية. بول باتاغليا ضابط شرطة مغواص كهوف في قسم الشرطة بيجيله اتصال علشان ينظم عملية إنقاذ. بعد ساعة من أول اتصال بول باتاغليا بيوصل لبيت دون دايبل. ديبل كان غواص سابق في البحرية وخبير في غوص الكهوف ومدرب غوص وصاحب محل الغوص المحلي، وكمان مع باتاغليا عضو في وحدة استعادة الجثث التطوعية في مقاطعة هايز. ديبل وباتاغليا بيتكلموا عن إزاي عملية الإنقاذ هتتم. هما بيتكلموا عن الموضوع كأنه عملية إنقاذ، بس هم عارفين إنها استعادة جثة. خطة استعادة الجثة هتختلف بشكل بسيط جدا عن خطة الإنقاذ، وعشان كده بدأوا ينفذوا خطتهم. اتصلوا بباقي أعضاء وحدة الاستعادة وراحوا لمحل الغطس بتاع ديبل عشان يجمعوا المعدات ويتجهوا لبئر يعقوب. بعد حوالي 15 دقيقة من مغادرة محل الغطس وصلوا في الضلمة. المجموعة اللي جاية من باسادينا كانوا في المية بيدوروا على الغواصين الاتنين اللي ضاعوا. بلغوا ديبل إنهم ما قدروش ينتشلوا مارك أو كينت، وإنهم فتشوا في كل نظام الكهف. هم متأكدين إن الغواصين الاتنين جوه الحجرة رقم 4، عشان واحد من الغواصين بيظن إنه شاف معدات مدفونة تحت انهيار من الحصى في الممر اللي بينزل للحجرة اللي بعدها. الغواص ده اللي اسمه مش مذكور في أي تقارير قدرت ألاقيها، اتقال إنه عمل غطستين ورا بعض كل واحدة فيهم 19 دقيقة. شاف الجثث وبعدين رجع البيت عشان يرتاح، وهناك جاله مرض تخفيف الضغط واحتاج يدخل غرفة إعادة الضغط عشان يتعالج. ده بيوضح واحدة من أكبر المشاكل في أي عملية إنقاذ. لما الغواصين بيقعوا في مشاكل غالباً بيكون السبب إنهم بيتخطوا حدود الأمان في بيئات شديدة الخطورة. المنقذين بعد كده بيتحطوا في موقف إنهم كمان لازم يتخطوا الحدود أكتر وأكتر. ولزيادة الطين بلة ممكن يحسوا بضغط الوقت اللي بيعدي بسرعة، وده غالباً بينتج عنه قرارات سيئة. جداول تخطيط الغوص بتستخدم علشان يحدد الغواص يقدر يقعد قد إيه على عمق معين، وبعد كده لازم يقعد قد إيه برا المية بين الغطسات. تقدر تقعد على عمق 42 متر لمدة 8 دقائق، بس قبل ما الغطسة تتحول لغطسة إزالة ضغط، وساعتها لازم تعمل توقفات أمان وإنت طالع لفوق. بعد كده لازم تقعد برا المية لمدة لا تقل عن 1.5 ساعة قبل ما تنزل غطسة تانية. يعني الغطاس ده عمل غطستين إزالة ضغط ورا بعض من غير أي فاصل بينهم علشان يحاول ينقذ أرواح. وفي أثناء كده جاله مرض إزالة الضغط. لسه الدنيا ضلمة، وأول حاجة جت في بالدون إنه يستنى لحد ما النور يطلع. تجربته في انتشال أشخاص إكس بتقول إنهم عادة بيبقوا مستعدين يستنوا لحد الشروق. هو بيسمي الجثث أشخاص إكس
كطريقة إنه يفصل نفسه عن حقيقة إنه بيتعامل مع ناس مش عايشين، ودي وسيلة تعود عليها على مدار السنين في شغل انتشال الجثث. بس الكهف بيكون ضلمة جواه بالنهار زي بالليل بالظبط، وعشان كده بيبعت غطاسين 2 ينزلوا المية عشان يقيموا الوضع. بيرجعوا للسطح وبيقولوا لدون إن العملية مش هتكون سهلة. هم مش قادرين يشوفوا الجثث، بس متوقعين إنها مدفونة تحت الحصى في الممر اللي بينزل ناحية الغرفة رقم 4. هم متضايقين جدا من فكرة محاولة سحب الجثث لما شايفين إن الحصى ممكن بسهولة ينزلق أكتر ويندفن أي حد بيحاول ينقذه في الممر الضيق ده. الساعة 10 الصبح، دون يبعت غطاسين كمان ينزلوا تحت. يبدأوا يشيلوا شوية صخور وحصى عند مدخل الحجرة رقم 4. أملهم إنهم يحفروا ممر عشان يقدروا يدخلوا الحجرة اللي بعدها، بس أي صخور بيشيلوها بتتبدل بسرعة بحصى أكتر. دون يقرر يروح يشوف بنفسه. هو وصاحبه بياخدوا معاهم شوية اسطوانات إضافية وبيسيبوهم على عمق 8 متر و23 متر عشان يستخدموهم في رحلة الرجوع. دون بيوصلوا لمدخل الغرفة على عمق 43 متر تحت السطح. الممر بيضيء بين السقف والحصى. هو قرر يحشر نفسه شوية عشان يحاول يشوف آخر الممر. هو دخل لحد كتافه لما الحصى بدأ ينزلق من وراه، وحبسوا بنفس الطريقة اللي حصلت مع الغواصين اللي هو بيدور على جثثهم. تنفس دون بيزيد وقلبه بيبدأ يدق بسرعة. هو عرف فوراً إنه في ورطة، لكن بطريقة هادية ما تجيش غير مع الخبرة. حاول يحرر نفسه. أول حاجة حاول يحرك إيديه، بس كانوا محشورين جامد، مش قادر حتى يسحبوا الخيط من البكرة. وهو بيحاول يتحرك الزلط بينزل حواليه أكتر، مع إن دماغه بتقوله يهدى، بس هو بدأ يهلع. يبدأ يتحرك ويتلوى عشان يحرر نفسه. بياخد نفس عميق ويبلع ريقه، وبعدين لمفاجأته وارتياحه الزلط سابه. الزلط بينزلق تحته وبيقدر يخرج تاني من الممر، بس هو بلع هوا كتير لدرجة إن أسطوانات الهوا بتاعته فضيت. وهو مترنح ومتلخبط، صاحبه بسرعة حط منظم الهواء الاحتياطي في بق دون وبدأ يطلعه لفوق من خلال الحجرة. على الناحية الثانية من ممر الولادة فيه اسطوانة احتياطية. دون لازم يوصل هناك بسرعة، بس الهواء اللي بلعه دلوقتي بيتمدد في معدته. الهواء بيتضغط تحت ضغط المية، ولما فقاعات الهواء تطلع لفوق بتتمدد، فكمية الهواء الصغيرة اللي دون بلعها دلوقتي بتتمدد من عمق 43 متر لحد السطح. ولما يوصل للسطح الهواء هيكون اتوسع وبقى 5 أضعاف حجمه لما بلعه. معدة دون بتتمدد لدرجة إنه شكله بقى كأنه حامل. خدوه على غرفة إعادة الضغط، بس العلاج ما عملش أي حاجة لتخفيف ألمه. نقلوه لمستشفى تانية، وهناك الأشعة بيّنت إن معدته اتقطعت والهواء ملى الفراغ اللي في بطنه. الدكتور بتاعه وصف العملية اللي عملها زي إنه بيقطع كرة سلة وفجأة بتفرغ الهواء منها. فاتورة المستشفى بتاع دون سببت له دين $8000 عشان التأمين بتاعه كان انتهى. في الأسابيع اللي بعدها مجتمع الغطس اتجمعوا علشان يجمعوا فلوس ويساعدوا دون. في بئر جاكوبس عمليات الانتشال اتقدمت بقيادة شخص تاني من مجتمع الغطس دون برود. برود له تاريخ مع بئر جاكوبس. بعد ما شاف غواصين بيتعرضوا لمشاكل، برود اتفاوض مع صاحب الأرض علشان يسمح له يدير المكان. بدأ ياخد رسوم دخول، وكان بيستخدمها لتغطية تكاليف تنظيم الدخول للبئر. ومن خلال العملية دي كان يقدر يتأكد إن الغواصين عندهم التدريب والخبرة الصح علشان يغطسوا في بيئة صعبة زي دي. لكن مراكز الغوص التانية والمدربين ما كانوش بيحبوا يدفعوا رسوم دخول للمكان اللي كانوا قبل كده بيدخلوا بحرية. الشكاوى زادت عند صاحب الأرض، واللي بعد كده ساب العقد ينتهي، وبكده برود ما بقاش عنده القدرة ينظم معايير السلامة في البئر. دلوقتي برود رجع عشان يساعد في انتشال جثث 2 من الغواصين، وهو عارف إن ده كان ممكن يتمنع لو كان لسه مسيطر على المكان. هو بيحط إحباطه على جنب عشان يقدر يساعد في انتشال جثث الشابين دول. برود بيعين المكان اللي هو عارفه كويس.
هو بيحط خطة لإزالة الحصى عن طريق ملء أكياس شبك ورفعها باستخدام أكياس الطفو. حيبدأوا من أعلى المنحدر وينزلوا تدريجي ويتأكدوا إن مفيش حصى فوق. ممكن ينزل ويعوض الحصى اللي بيشيلوه من الممر. هو بلغ العائلات والسلطات إنه الموضوع ده هيحتاج أسابيع كتير ويمكن شهور من الشغل عشان يحفروا الموقع. أهالي كينت ومارك اتبلغوا ووصلوا للبئر. والد كينت اتأثر جدا بالدعم اللي جاي من مجتمع الغواصين اللي بيتجمعوا عشان يحاولوا يلاقوا جثث وولادهم. بنك محلي عمل، صندوق، والمجتمع بدأ يتبرع بالفلوس اللي محتاجينها لدعم لوجستيات انتشال كينت ومارك. العائلات والسلطات دلوقتي قدامهم مهمة صعبة، إنهم يختاروا مين عنده أفضل خطة لانتشال أحبائهم. في غطاسين 2 ميتين ومفقودين. واحد من الغواصين الهواة جاله مرض تخفيف الضغط، وغواص تاني محترف في البحث والإنقاذ اتقطع معدته. وفيه خبير كهوف تاني عنده خطة طموحة، إنه يحفر الموقع بإيده على مدار شهور. وأهل الضحايا اللي قلبهم مكسور وممكن يكونوا يائسين عشان عايزين يسترجعوا جثث أحبابهم بأسرع وقت. ومعهم السلطات اللي عايزة حل سريع، بيدوروا على خيار بديل. وبيلاقوا الخيار البديل ده مع شركة غطس تجارية اسمها شركة شيفر للغطس من فريبورت. وصاحب الشركة لويس شيفر قال للصحفيين: أيوة، حنطلعهم. جاب غرفة إعادة الضغط وضواغط هواء ومعدات ضخ الحصى على شاحنات. تكلفة العملية بتبدأ من $5,000 عشان يجيبوا المعدات، وبتكلف كمان $2,500 في اليوم. لويس متوقع ياخد 2 أو 3. هو وفريقه بدأوا يجهزوا وابتدوا يشفطوا الطين والحصى من الممر. الغواصين التجاريين بيستخدموا نظام تزويد هواء من السطح، يعني معاهم وصلة بتوصلهم الهواء من كمبروسيرات فوق، وكمان فيها اتصال ثنائي الاتجاه. الصخور الكبيرة بيتحطوا في شنط خيش وبيتشالوا بالحبال وبيوجههم غواصين متطوعين. الحصى بيتسحب بأنابيب طويلة بتشفط الحصى زي مكنسة كهربائية كبيرة. لمدة كام يوم الروتين بتاع شفط الرمل والحصى بيستمر. في كذا مرة الغواصين التجاريين بينزلوا الصبح يلاقوا حصى أكتر ترسب في الممر اللي كانوا نظفوه اليوم اللي قبله. بعد حوالي أسبوع من بداية العملية، واحد من الغواصين اتزنق تحت انهيار حصى، بس زمايله قدروا يطلعوه بسرعة. مع إن ده أقلق الغواصين، لكن بعد كام يوم حفر كمان قدروا يدخلوا كاميرا جوه الممر لمسافة معينة. مجموعة من الناس اتفرجوا على التسجيل وافتكروا إنهم شايفين تانك معدني، بس الصورة مش واضحة كفاية علشان يتأكدوا. تاني يوم كملوا الحفر لحد ما واحد من الغواصين قدر يزحف تقريباً للآخر جوه الممر. قال إنه قدر يشوف جزء من الحجرة، بس مش قادر يدخل كفاية علشان يشوف الحجرة كلها. فيه صخرتين كبار وكذا طن من الحصى لازم يتشالوا. ساعد لويس شيفر اليمين بيل رايت اللي مسؤول عن موقع الغطس، عمل مؤتمر صحفي وقال إنهم خلصوا الفلوس. هم مش بيغطسوا ببلاش ولازم حد يدفع فواتيرهم. بيل ورجالته قعدوا في أوضة فندق محلي واستنوا كام يوم لحد ما في الآخر عضو مجلس شيوخ الولاية من باسادينا أكد إنه هيغطي فواتير الشركة لحد دلوقتي. وبعدين لويس شيفر قال إنه هيقدم خدمات الشركة مجانا من اللحظة دي وطالع. الغواصين رجعوا للموقع بعد كام يوم من المناورات السياسية، بس اكتشفوا إنه الممر كله اتردم تاني بالحصى. شركة غوص تانية اتطلبت عشان تدي رأيها، وكلهم وصلوا لنفس النتيجة. ما فيش أي طريقة آمنة أو اقتصادية تخليهم يقدروا يشيلوا كل الحصى من جوا بئر يعقوب بشكل يسمح لهم يوصلوا للحجرة الرابعة ويدوروا على جثث كينت ومارك. والد كينت ممتن إن في ناس كتير عرضوا حياتهم للخطر عشان يساعدوا في استرجاع جثث ابنه، بس هو كمان قلقان إنه ممكن ناس أكتر يتصابوا أو حتى يموتوا لو استمروا في المحاولة أكتر من كده. بعد 12 يوم من اختفاء الغواصين الاثنين تم إنهاء البحث. دون ديبل بيتعافى من إصابة بطنه وبيرجع يغوص في بئر يعقوب مع مجموعة من أصحابه. ابتدوا يثبتوا شبكة حديدية في مكانها علشان تمنع أي غواصين من الدخول أبعد من قناة الولادة.
بعد كام شهر ديبول بيرجع وبيلاقي إن الشبكة الحديدية اتشالت، ولقى ورقة مكتوب عليها: مش هتقدر تمنعنا ندخل. في سنة 1981 وأثناء فيضان مستوى المياه في النظام ارتفع لدرجة إنه عمل تيار دخل جوة الكهف، وبقايا مارك براشير طلعت من البير. على مدار السنين ومع تغير التيارات، الحصى اللي في الممر اتحرك كفاية علشان يسمح لفريق الانتشال من منطقة سان ماركوس يدخل الكهف. بعد 21 سنة من الحادثة، تم أخيراً استعادة بقايا كانت موربن. والديه عرفوا لما صحفي اتصل بيهم علشان ياخد تعليقهم. لو عايز تتفرج على فيديوهات كوارث أكتر، اضغط على الرابط اللي ظاهر قدامك دلوقتي.